بالنسبة للناس المهتمة تخش في مجال التوينج أو ونش الإنقاذ زي ما بنقول في مصر، المجال ده من المجالات المحترمة جدا اللي ممكن تعمل منها فلوس كويسة جدا هنا في أمريكا. بس لو أنت ما عندكش خبرة، الموضوع في البداية ممكن يبان صعب شوية ومصاريفه كتيرة، بس مع الوقت الصعوبة دي بتتحول لخبرة انت بتتعامل بيها بشكل يومي، فبتبقى الدنيا بالنسبة لك سهلة، تقدر ان انت تعمل فلوس في بيزنس التوينج او الريكفري او روت سايد اسيستنت. التوينج بينقسم لجزئين. الجزء الاولاني وهو المكالمات الكاش. يعني ايه المكالمات الكاش؟ يعني الزبون اللي بيجي لك دايركت او الكاستمر اللي بيخش على جوجل وبيبتدي يعمل سيرش على توينج عشان هو عطلان مثلا وما عندوش روت سايد اسيستنت في وثيقة التأمين بتاعته، او مثلا عنده عربية تانية او بينقل موتوسيكل او ايا كان، فبيحتاج ونش، فبيخش على جوجل يكتب ونش، شركة ونش، فبتطلع له، فبيكلمك يتفق معاك على سعر بتروح. الجزء التاني ودوت اللي هو شركات التأمين. شركات التأمين بتاخد شهرية تأمين على كل عربية عند أي حد هنا بيسوق، فبالتالي بيغطوا إن أنت لو عطلت يبعتوا لك ونش يروحك او يوديك للميكانيكي. لو العربية مش عايزة تدور بيبعتوا لك حد معاه جهاز يوصل لك البطارية عشان يدور لك العربية. لو الكاوتش اتخرم منك وانت سايق مثلا برضو بتكلمهم، بيبعتوا لك حد يركب لك الاستيب في مقابل التأمين اللي انت بتدفعه شهري. طبعا هم ما عندهمش اوناش خاصة بيهم، فبيبقى في شركات الاوناش بيبقوا عاملين معاهم عقد وبيبقى ليهم تسعيرة، وليكن هما بيخلوك تشتغل بشكل يومي، بيخلوك دايما بيزي، بتاخد طلبات، بتاخد مكالمات في مقابل ان انت توصل بسعر اقل، زي فكرة اوبر كده بالظبط، بس مع اختلاف الخدمة. طبعا زي ما شرحنا الجزء الاول في شغل الاوناش، بنبتدي نشرح الجزء الثاني واللي هو بيكون عبارة عن شركات التأمين. لازم عشان تخش تبقى وكيل لشركات التأمين في التوينج والريكفري والروت سايد اسيستنت. أول حاجة لازم تكون عندك LLC، والLLC اللي هي شركة أو بطاقة ضريبية وسجل تجاري. تاني حاجة لازم يبقى عندك تأمين، والتأمين بتاعك بيغطي 2 مليون دولار. طبعا عشان تعمل وثيقة تأمين تغطي 2 مليون دولار فبتدفع عليها سنويا تقريبا حسبة 35 أو 40 ألف. بتدفع الفلوس دي كل 6 شهور النص، يعني لو 40 هتدفع كل 6 شهور 20. تقدر تقسطهم على 3 اقساط أو حاجة، بس كل ما بتقسط كل ما التكلفة بتزيد، فانت بتحاول تقلل التكلفة. لو في استطاعتك تدفعهم كاش هتوفر مثلا 1500 دولار. نيجي للخطوة اللي بعد كده، واللي هي لازم يكون ما عندكش سجل في السواقة واخد مخالفات كتير، يكون ما عندكش باك جراوند تشيك ان انت خدت قضية قبل كده او اتمسكت في مشكلة او ايا كان، لان شركات التأمين بتعمل عنك باك جراوند تشيك اللي هو بحث جنائي، ولو ظهر اي حاجة ما بيرضوش يشغلوك عشان انت بتتعامل مع موظف، يعني العملاء بتوعهم والتأمين، فمش عايزين يخسروا عميل مثلا. غير ان انت اي حاجة هتعملها او اي مشكلة، اول حاجة الحساب بتاعك هيتوقف. تاني حاجة غير ان الحساب بتاعك هيتوقف، التأمين بتاعك اللي انت عامله بيغطي لحد 2 مليون دولار. انت بتحط شركات التأمين دي ان هي تقدر تستخدم التوكيل بتاعك ضدك في حالة ان انت سببت لهم مشكلة مع اي عميل متعاقد معاهم في التأمين، فهم في الحالة دي ماسكينك من ايدك اللي بتوجعك.
ان انت لو اخطأت ولا كسرت ولا بوظت هتصلح، عبارة عن التأمين. والتأمين بتاعك لو صلح لك او دفع لك فلوس هيرفع عليك السعر، بدل ما بتدفع 20 كل 6 شهور هيبقوا 30. فانت مش عايز تعمل كده، فبالتالي لازم يبقى في مسؤولية وانضباط. طالما قررت ان انت تفتح بيزنس وتنقل عربيات، اعلم وتأكد ان دي مسؤولية كبيرة، لان في ممكن يجي لك مشوار في عربية ب 40 50 الف دولار، مشوار في عربية بورش ب 200 300 الف دولار. العربية ديت انت لو بوظتها او عملت او سببت فيها اي مشكلة، التأمين هيرفع عليك قضية والمحكمة هتحكم له وانت هتصلح العربية، وفي الحالة دي التأمين بتاعك هيطردك. وبعد ما هتطرد اي شركة تأمين هتلاقي ان انت عندك كليم سابق، فهيبدأوا ان هم يغلوا عليك التأمين الضعف. فكده وضحت لك ان في جزئين، جزء كاش وجزء انشورنس. الكاش انت بتحط السعر اللي انت عايزه. في واحد بيحط سعر الميل اللي هو زي في مصر عندنا سعر الكيلو، في واحد بيحط سعر الميل مثلا 10 دولار، في واحد تاني بيحط 15، في واحد بيحط 8، كل واحد وليه سعره. السوبر ماركت بيبيع الكنزاية ب5 وسوبر ماركت تاني بيبيعها ب10، ملهاش مقياس، كل واحد ليه سعر. التحميل برضو كل واحد وليه سعر. في حد ممكن يحمل العربية ب70، وفي حد ممكن يحمل ب100، وفي حد ممكن يحمل ب200، وعلى حسب التوقيت وعلى حسب المسافة. يعني لو المشوار اللي انا رايحه مسافة بعيدة وهرجع فاضي، لو قلت للزبون ان انت هتدفع لي حق رجوعي هيتضايق ومش هيرضى، فبالتالي هضطر اغلي عليه في سعر المايل علشان خاطر وانا راجع هتبقى في تكلفة بنزين عليا، فانا مش عايز ادفع التكلفة دي من جيبي. وانا لو ما حسبتش الزبون على سعر الميل غالي شوية هضطر ان انا ادفع بنزين من جيبي، فبالتالي كده المشوار مش هيجازي معايا. وبرضو حاجة من ضمن الحاجات اللي لازم تبقى عارفها كويس، ان اي مشوار فيه كارتة الزبون هو اللي بيدفع الكارتة، انت مش هتدفع له الكارتة. رايح راجع، مش بس رايح بس، لا، يعني لو عديت بيه مثلا من ولاية لولاية والولاية ديت ليها كارتة، انت هتدفع، هو هيدفع الكارتة دي وانت رايح وبرضو وانت راجع. ففي حاجات كتيرة جدا بتعمل منها فلوس ممكن ما تبقاش واخد بالك منها. لو العربية مثلا فيها مقص مكسور وهتحط دوليز اللي هو الكاوتش المتحرك تحت العجل عشان يسحب العربية بسهولة، ده برضو ليه حساب تاني. لو الوقت متأخر بعد ساعات العمل الرسمية وكلمك، دي ليها حساب تاني، تكلفة تانية. فانت يعني في حاجات لها سعر ثابت وفي حاجات ملهاش سعر ثابت. افتر اور فيز اللي هي بعد ساعات العمل الرسمية. عندك ستورج، لو انت خدت عربية مثلا من حادثة او زبون ساب عربية عندك، العربية ديت برضو على حسب التخزين بتاعك. في ناس بتحط 50 دولار، في ناس بتحط 70 دولار، في ناس بتحط 100 دولار، فعلى حسب انت سعرك عامل ازاي وتأمينك بتدفع كام والايجار بتاعك كام، السواق بتاعك بتديله كام، عندك كام تراك، كل ده بيختلف. وعلى حسب واخد عقود مع شركات تأمين ولا لا، لان برضو في الاول وفي الاخر شركات التأمين لو انت عندك 4 5 تراكات ولا على الاقل تراك، هتخليك على الاقل تعمل كل يوم 5 6 مشاوير. اقل واجب في ال5 6 مشاوير دول ممكن مثلا تطلع افريج 450 ل 600 ل 700 على حسب المسافة اللي انت بتسوقها بالمايلات. وافتكر ان انا قلت لك ان شركات التأمين بتحاسبك ارخص من سعر المكالمة الكاش، بس في مقابل كل يوم في على الاقل 4 5 مكالمات في حدود 500 دولار 400 دولار، يعني بتتكلم ان انت ممكن تعمل من 17 ل 20 الف دولار في الشهر على الاقل خالص لو انت بتشتغل كل يوم
وبتعمل 4-5 مكالمات افريج 500 400، بتتكلم من 12 ل 20,000. فمجال مش وحش، محتاج ان انت تركز، محتاج ان انت تحاول تتجنب اي اخطاء في اي عربية، علشان خاطر الناس هنا في امريكا مستغلة جدا، بتحاول دايما ان هي تستنهز فرصة ان انت عندك تأمين تجاري، ويقولوا ان انت سببت لهم ضرر في عربياتهم فيعملوا كليم، فانت هتدفع من جيبك، فالتأمين بتاعك هيرفع، فالبيزنس بتاعك هيبقى مصاريفه كتيرة جدا، فهتبقى بتعمل فلوس يا دوب علشان تدفع مصاريفك، عكس لما تبقى مصاريفك قليلة، فبالتالي المكسب بتاعك يبقى كويس محترم، تعرف تحوش او توفر حاجة من دخلك. فزي ما بقول لك، كل اللي عليك ان انت لازم تخلي بالك من كل المخاطر اللي ممكن تقابلها. ونقطة اساسية ومهمة جدا، مشوار التوينج الزبون بيكذب فيه كتير، بيحاول ياخد اي فلوس من شركة التأمين بتاعته، لان شركة التأمين قطمة وسطه شهريا، فهو بيتعامل معاك ان انت مجرد حد بيمثل شركة التأمين، فبيرمي بلاء عليك، الاكسدام اتخربش، لا اتكسر، لا مش عارف عربيتي ما كانش فيها دي، لا انت طلبت مساعدتي وانا حصل لي سبب. الزبون لو فكر يعرض عليك ان هو يساعدك قول له شكرا، وحاول يبقى معاك داش كام بتصور دايما التحميل وبتصور كل حاجة، في حالة ان انت خبطت حد او عملت حادثة يبان مين الغلطان، وفي حالة ان الزبون لو حاول يقول ان هو كان بيساعدك وتعور يبقى انت معاك فيديو بيثبت ان الزبون بيكذب، وانت الزبون مش مطالب ان هو يساعدك، لان هو مش هيعمل شغلك وانت بتاخد فلوس على ده، ولو هو ساعدك هيتبلى عليك وهيرفع عليك قضية وهياخد منك فلوس وهيرفع سعر التأمين عليك. فانت مش عايز تتحط وتوصل لكل ده وانت لسه بتبدأ بيزنس جديد، فخلي بالك، عشان الكلام اللي انا بقوله لك ده خبرة انا بدفع فيها فلوس. يعني ايه؟ يعني بعمل اخطاء كتيرة بتكلفني فلوس، انا بقول لك الخلاصة وبدي لك الزبدة. ليه بقى؟ لان انا محدش قال لي ومحدش علمني، ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا هو اللي علمني، وكفى بالله وكيلا. كان دايما ربنا هو نعم المولى ونعم المصير والبصيرة وكل حاجة، فانا ممتن لله سبحانه وتعالى اللي من عليا، وفي نفس الوقت ربنا جعلني سبب اقول لك وانقل لك خبرتي في مجال التوينج ونقل العربيات. احنا الحمد لله بدأنا المشوار دوت، من بدايته كان رود ساير اسيستنت، وبعد كده جبنا تراك، بعد كده جبت التانية، وان شاء الله دلوقتي شغال عشان اجيب التراك التالتة، وواخد عقودات محترمة جدا. فلو انت مهتم بمجال التوينج ونقل العربيات في الولايات المتحدة اعمل لايك واعمل فولو، ولو عندك اي سؤال تسيب سؤالك في الكومنتات وانا هرد على سؤالك، وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم.